السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي قاطو دارنا. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنرحب بالناس الجداد والناس اللي كيتفرجوا في الفيديوهات، كنقول لهم تفرجوا مرحبا بكم. وما تنساوش انكم تابوناو وتكيو على داك لا كلوش او داك زر الجرس باش يبقى يوصلكم الفيديوهات ديالي. اليوم غنشارك معكم كما شفتوا في الصوره في واحد رغيفات كيجيو هكا مثلثين، نقدروا نعمروهم باي حاجه بغينا، وعادي بعجينه ديال المسمن العاديه. عندي هنايا 200 غرام ديال الفرينه اللي معاها 300 غرام عفوا ديال الفرينه اللي الدقيق الابيض، معاه 200 غرام ديال الفينو اولا السميد الناعم جدا. غندير ليه الملح حسب طبيعه الحال القياس ديال الفرينه. انا هنايا درت معلقه صغيره مع عمراش، وغادي ندير ليه معلقه صغيره ديال السكر غير باش كيعطينا واحد اللون زوين للرغيفات ديالنا ملي كيطيبوا. عندكم العسل ديروا العسل ما بغيتو ديروا العسل لا السكر فكيبقى لكم الاختيار. وعندي واحد كيس ديال خميره ديال الحلويات. صافي غادي نخلط هادشي ناشف ومن بعد غادي نعجنو عادي بالماء دافي. الا لاحظتوا ما درتش يعني خميره ديال الخبز اولا الخميره الفوريه، فانا ما درتهاش، ما كنديرهاش في الرغيفات، يعني كنستغنى عليها، كنكتفي فقط بالخميره ديال الحلوى. صافي غادي نعجن العجين ديالي، وهذا العجين ما غاديش ندلكوه اولا نضربو معاه تماره، يعني فقط غادي نجمعوا العجين حتى كيتجمع لينا مزيان وكيتجانس، وغادي نديروه في واحد الكيس بلاستيكي. هادشي اللي كاين. بغيتي تعجني بالعجانه اختي مرحبا والف مرحبا، عجني المسمن ديالك عادي بحال اللي موالفه. انا كنشارك الطريقه ديالي معكم ومع البنات اللي باغيين يتعلموا هكا العجينه باليد، فراه يعني سهل منها ما كاينش، غير خاصنا يكون عندنا شويه ديال الكتيفات. الا بغينا ندلكو الملوي فغتبقاي كدلكي وكترشي كدلكي رشيشه د الماء ودليك. والعجينه الملوي ما تبغيش انها تكون مطلوقه بزاف، وانما كتبغي يدليك. صافي هنا كما كتشوفوا فجمعت العجينه ديالي وغادي نديرها في واحد الكيس بلاستيكي اللي دهنته بشويه ديال الزيت باش ما تلتصقش. انا صوبتها في الصباح ومشيت قضيت الشغالات ديالي، وغادي نقادهم حتى العشيه. يعني هنا كنستغناو على الدليك وكنوجدوها، وجديها بالليل وخدميها في الصباح، او لو وجديها في الصباح وخدميها في العشيه. هنا من بعد ما ارتاحت ليا فانا زولتها من ديك البلاستيك ودرتها في واحد الطبسيل اولا اناء. انتم تتشوفوا يعني العجينه راه تتولي ليس. صافي غادي نبدا كنشكل منها كويرات. عندي تما الفينو اللي درت معاه واحد شويه ديال الخميره ديال الحلوى، ممكن ديروا غير الفينو. وعندي زيت نباتي، وعندي انا هنا استعملت غير المارغرين، بغيتو ديروا زبده حيوانيه ديروا، فما توفرت ليش زبده حيوانيه درت غير المارغرين. كما كتشوفوا غادي نطلقها بالزيت عادي، كندير كويرات صغار باش كيجيوني دوك المثلثات ديالي الصغيورين. كفكره اقترحتها عليكم لهكايا شي بلاطو مالح ديال الكوتي، علاش لا. صافي غادي نبدا كندهن، مهم الزبده جمدات غادي نبدا كندهن بهذيك الزبيده وكنرش بالفينو، وكصافي كنطويها هكايا على جوج كما موضح في الفيديو. وغادي نعاود نفس العمليه، كنطلقها شي شويه وغندير لها الزبده ونرشها كذلك بالفينو. كيجي يعني فحال الملوي عادي، هو تيجيو فيه واحد الجويبات هكايا يعني ديك التوريقه اللي تتكون دابيتود في الملوي، غادي تجينا من الجنب وكتجي مفتحه، نقدروا نعمروه كيف ما بغينا بلا ما نقطعوه بلا حتى شي حاجه. هذه هي الفكره اللي بغيت نوصل لكم. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه، غنعاود معكم واحده اخرى باش يجي يعني باش تبان لكم كيفاش هاد القضيه هذه ديال المثلث ملوي مثلث. صافي كنطلقها، كندير الزبده وكنرش بالفينو وكنعاود نطوي على جوج ثم على 4 بحال غادي نطويو شي وريقه عادي. ما فيهش تماره بزاف والنتيجه ديالو زوينه، وحتى هو كيتنفخ في الطياب دابا تشوفوا كيجي غزال في المنظر ديالو، وحتى في الحطه هكا ملي كيتعمر بهكا بالفومي اولا المهم عمرو باش ما بغيتي شرائح الديك الرومي المدخن، ومع الفرماج اي فرماج بغيتو. المهم اباغ الطاختين من طبيعه الحال بغيتي ديريه بالطاختين كيبقى لك الاختيار. الغرض ان دوك الجيوب حنا مليناهم هكايا بواحد الطريف ديال الفرماج وطريف ديال الفومي. من بعد غادي تشوفوا الفكره اللي بغيت نوصل لكم. صافي غادي نكمل بنفس الطريقه، ومن بعد غادي نطيب عادي جدا الملوي ديالي كما مولفين تطيبوا عادي. صافي هذا ما كان. من بعد ما
قرصتهم كاملين، فخديت لابلاك ديالي درت فيها واحد شويه ديال الزيت، صافي راه ما تنقرصوهمش بزاف، يعني غير كنحاولوا اننا نقادوهم لانهم ديجا هما رقاق، تنحاولوا نقادوهم شي شويه صافي، وكننزلهم هذا في السنيوه ديالي اولا في الفراح ديالكم اللي كيكون سخون من طبيعة الحال، فيه شي شوية ديال الزيت، وغادي نبداو كنقلبوا فيهم وغادي يكونوا واجدين، كيجيو صراحة غزالين لا في المنظر ولا في الحطة. واللي اول مره كيشوف القناه ديالي اولا كيتفرج اول مره كنقول ليه ما تنساش تابونا في القناه وتفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد ديالي. لاحظت بان كاين بزاف ديال الناس قلتها لكم في الفيديو اللي قبل وغنعاود نقولها لكم الا قبلتم بطبيعه الحال. في لي ستاتستيك كيبان ليا بان بزاف ديال الناس كيتفرجوا في الفيديوهات ولكن ماشي ما مابونيش دي نون ابوني، فكنقول لك ما غتخسر والو الا تابونيتي وفعلتي زر الجرس، اكيد غتكون شي وصفه من وصفاتي غتعجبك، ما غاديش تندم. صافي كما كتشوفوا غادي نرجع للملوي ديالي وكنقلبوا هكايا كما كتشوفوا، راه كيبان لكم انه كيتنفخ، واخا انا راه مسرحه الفيديو باش ما يجيكمش يعني الملل في الفيديو. هادشي اللي كاين، صافي عادي جدا تنطيبو وكنقلبو ومن بعد كنحطهم بطبيعه الحال على جنب. هاد لابلاك زوينه صراحه، تنفع انه الطياب دغيا تيتسربى ماشي بحال وحده بوحده كيعذب شي شويه. صافي هادشي اللي كاين، كنحرك فيها وكنقلبها وكتنفخ بحال الملويه العاديه كما قلت لكم، وغادي نحيدها. المهم راه كنوريكم بانه يعني راه المثلثات ديالي راهم كيتنفخوا. هادشي اللي كاين، وكنتمنى انه الوصفات اللي كنقدم لكم يكونوا كيعجبوكم وكينالوا استحسان ديالكم. كانت واحد الاخت طلبت لي وصفه من وصفات ديال الحلوه ديال التمر، فانا اختي ننزلها في القناه، ولكن غادي ندير لك فيديو خاص. مهم الا تفرجتي في هذا الفيديو فانا غادي ندير لك فيديو خاص بالشكيلات ديال الحلوه ديال التمر اللي كنصاوب واللي كيجيو الصراحه زوينين وكيعجبوا العائله. المهم بشهاده الجميع كلشي كيقول لك بان المنظر ديالهم زوين وحتى المذاق ديالهم زوين. هادشي اللي كاين اختي. المهم الاخت سميره ان شاء الله غادي ننزل لك فيديو ديال الحلوه ديال التمر. صافي غيكونوا المليويات ديالي وجدوا وغادي نحيدهم. صافي وما كرهتش الصراحه اللي باغي شي وصفه سبيسيال ننزلها في القناه. المهم انا بعد الوصفات واخا كنصاوبهم كيجيني بانه يعني كلشي كيعرفهم، داكشي علاش ما كننزلهمش. اللي بغات شي وصفه، شي اخت كتفرج اولا شي بنيته باغا تتعلم، يسوفي انكم تخليو لي كتبوها لي في كومونتير وغادي ننزل لك اختي الوصفه على راسي وعينيا. هانتوما شوفوا دوك الجويبات اللي هضرت لكم عليهم، كيجي يعني مورق وزوين وبنين من طبيعه الحال حيت حنا صايبينو بيدينا افيك بوكو دامور. وهادو هانتوما شوفوا اللي عمرتهم هكايا بواحد طرونش ديال الفرomage وطرونش ديال الفومي في دوك الجويبات كيجيو زوينين. المهم انا هنايا درت غير هكا على حساب الكوتي لوليداتي، ما عمرتهمش كاملين، ويا اخرين خليتهم هكاك ياخذوهم بسيله. كنتمنى ان الفكره تكون عجباتكم، ما تنساونيش من لايك وتعليق زوين بحالكم. السلام عليكم.